النبي صلى الله عليه وسلم في أصعب أيام حياته الله سبحانه وتعالى أطلق عليه اسمين. الاسمين ديل كانوا علاج لأي تحدي، لأي مشكلة هو ممكن يواجهها خلال الدعوة بتاعته كلها. ما كده بس، الاسمين ديل أنا ممكن أقول لك هم علاج لأي شخص بيعاني من الإحباط أو بيعاني من الاكتئاب أو أي شخص داير ينجز إنجاز كبير في حياته. الاسم الأول هو مزمل، والمزمل هو لقب يطلق على شخص اللي بيكون جايه ضغط كبير جدا، ابتلاء كبير لدرجة انه هو ما قادر يستحمله. مش احيانا كده بيجيك خبر بيكون زي الصدمة، بتحس انه انت ما قادر تشيل روحك وفجأة جسمك كله برد. ده هو الوصف بتاع المزمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما جاه الوحي وشاف سيدنا جبريل عليه السلام، وطبعا براها صدمة كبيرة، وغير كده بقول له اقرأ اقرأ اقرأ. فلما رجع لأمنا خديجة عليها السلام قال لها زملوني زملوني، يعني غطوني غطوني، لأنه الصدمة كانت كبيرة جدا عليهم. فالله سبحانه وتعالى هنا لما ناداه قال له يا أيها المزمل. فهنا ربنا سبحانه وتعالى عايز يوصل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه أنا عارف إنه دي حاجة صعبة، أنا عارف إنه ده امتحان كبير، وأنا عارف إنه الحاجة دي تقيلة شديد، عشان كده سماه المزمل. طيب العلاج بتاع الحاجة دي شنو؟ قم الليل إلا قليلا. فلما انت يجيك امتحان من الله عز وجل، حاجة كبيرة لدرجة انه انت ما قادر تستحملها، شنو العلاج بتاعها؟ قيام الليل. العلاج بتاعه انه انت تلجأ لله عز وجل، واقرب ما تكون لله عز وجل هو في قيام الليل. يلا الاسم الثاني بقى هو المدثر. والمدثر هو اسم يطلق على شخص لما بتجيه امتحانات في الحياة بتحسس الإنسان بنوع من الإحباط. النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس بيطلقوا عليه إنه هو كاذب وإنه هو ساحر. لقى هجوم شديد جدا من أهله ومن سكان مكة. انت بتصل مرحلة بتكون إنه انت دار تتغطى عشان تتدفى، ما بتكون دار تواجه أي واحد. شخص زي ما نقول بزمننا الحالي محتاج لحماس. فالله سبحانه وتعالى قال له يا أيها المدثر، اللي هو متغطي عشان الدفء، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ده الحماس اللي اداه له ربنا سبحانه وتعالى. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فانت ما عندك شغله هم بنادوك ساحر، هم بنادوك كذاب، ده ما شغلك. انت عليك انه انت تبلغ الدعوه. فاقوى حماس ممكن يجي للانسان هو لما هو يعمل الخطوه الاولى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى هنا ما اداه كلام حماسي، قال له قم فانذر. الخطوة الأولى والبداية الأولى ده أكبر حماس ممكن يجيك. ولأي شخص قاعد يحاول يبدأ في مشروع دعوي، قاعد يحاول يبدأ في مشروع، داير يعمل حاجة وحاسس إن هي صعبة عليه، أكبر حماس ممكن يجيك إنه أنت تعمل الخطوة الأولى. بعد كده النتيجة ده ما شغلك.